وبالاخص والدته اللي من وجهه نظري كان لازم تتحاكم معاه، بس النقطه دي هنأجلها وهتعرفوا ليه مع سرد الاحداث. المفروض ان حتى لو محمود هيتشاور مع اهله في مساله خروجه من البيت، اهله يحاولوا يغيروا من نفسهم ويعالجوا المشكله، لكن العكس هو اللي حصل، وبداوا يشحنوه بكلام زي هي اللي هتمشيك وهي راجل البيت، رغم ان الكلام ده مش حقيقي، وان ياسمين كل اللي قالته كان في صيغه طلب وامنيه هي بتتمناها، وده كان بدافع انها تحافظ على بيتها ولانها مش عايزه تتطلق. والحقيقه اننا لو ركزنا في قضيه ياسمين هنلاقيها نسخه بالكربون من قضيه آية عادل اللي ما كانش ليها حد وبتتعامل بعنف، حتى نفس تفصيله التدخل من اهل الزوج والطفل المريض اللي بسببه آية ما كانتش عاوزه تتطلق، وده طبعا مع اختلاف بعض التفاصيل البسيطه. وعلى ذكر جزئيه العنف، فمحمود وصل بيه الحال انه كان بيضربها بشكل مبرح، لدرجه انه في مره ضربها وتسبب لها في جرح في بطانه الفم، وعلى طول خيط الجرح ولم الموضوع. وفي الوقت ده والده ياسمين لما عرفت قالت لها لازم تطلقي منه، بس وقتها الدكتوره ياسمين اتاكدت ان الشخص ده فعلا لازم تنفصل عنه. في نفس الوقت كانت بتبص لاولادها اللي كانت مش عايزاهم يتربوا ما بين اب وام منفصلين، ده طبعا غير الثقافه العامه في مجتمعنا اللي بتبص للمطلقه بنظره دونيه، وكل الكلام ده بيساعد اي زوج مريض نفسيا انه يتمادى في افعاله. دكتورة ياسمين لأنها متربية فعارفة إن مش كل الكلام ينفع يتقال، فقررت إنها تقول الكلام ده وتفضفض بيه بس على الورق. عشان كده عملت أجندة خاصة بيها تحكي فيها كل مشاكلها واللي بتحس بيه من معاناة، وكانت بتدون فيها كل حاجة بتحصل معاها بشكل يومي وبتشيلها عشان ما تقعش في إيد محمود. ونوصل لأول يوم عيد الأضحى سنة 2021، وتحديدا قبل الجريمة بيوم. في اليوم ده أهل ياسمين راحوا عشان يعيدوا عليها وعلى أحفادهم، واليوم بيمر بشكل عادي وطبيعي. وتاني يوم العيد محمود بيرجع من بره مش بيلاقي ياسمين ولا الاولاد، فبيتصل بيها وبتقول له انها خرجت تفسح الاولاد، وبيبدا في موجه من الغضب والاهانات لانها خرجت بدون اذنه. وياسمين بتبرر انها اتصلت بيه اكتر من مره وكان تليفونه مغلق، ولما اتاكد من كلامها بدا يهدى وقفل الخط، بس لانه شخص اكيد مريض نفسي اول حاجه جت في دماغه ياسمين جابت فلوس منين عشان تخرج وتخرج ولادهم، يبقى اكيد اهلها عيدوا عليها ومعاها فلوس، فبدا يدور في البيت على الفلوس عشان ياخدها، وللاسف بيلاقي الاجنده ويقرا اللي ياسمين كاتباه عنه وعن اهله. والساعه 12 بالليل ياسمين بتوصل للبيت هي واولادها، واول ما بتدخل بتلاقي الاجنده في ايد محمود ولمده ساعه ونص بتفهمه وتبرر له ان ده مجرد فضفضه على ورق، وان اهلها لو عارفين الكلام ده فايه الداعي انها تدونه اصلا. بس محمود كل الكلام ده ما كانش فارق معاه، ولا حتى فارق معاه هي قد ايه بتعاني، وده اللي خلى ياسمين وقتها تنفجر وتواجهه بحقيقته وحقيقه اهله وقد ايه هي مش طايقه العيشه معاه. وكلمت والدتها الساعه 2 بالليل وحكت لها كل اللي حصل، بس والدتها حاولت تهديها وتقول لها انهم في عيد وتحاول تعدي اليومين دول وبعد العيد يحلوا المشكله. وفي نفس الوقت وبدون اي مقدمات وقدام الثلاث اطفال محمود بيطلق ياسمين 11 طلقه.